زملكاوي متعصب وجلطة أنهت حياته وعلاقته بسفير أمريكا وبأمير الصحافة، وحكايات مأساوية في حياة كبير الرحمية محمد التبعي. وقبل ما نبتدي حبايبي، شرفني انضمامكم للقناة ونكمل حبايبي. عبد الرحيم بيه كبير الرحمية جبلي هو الاسم اللي عرفه الكثير من عشاق أفلام الزمن الجميل. عندما تشاهد هذه الشخصية ترسم على وجهك الابتسامة، حركاته وإفهاته حفظها كتير. ولكن زيه زي نجوم كوميديا كتير كانت حياتهم مليئة بالحكايات الحزينة، ومشواره الفني ما كانش سهل، لكن مر برفض وعقاب من أهله اللي رفضوا دخوله مجال الفن لغاية وفاته. كانت مأساة. ومن خلال هذا التقرير هنتعرف بشكل أوضح على الفنان محمد التبعي. محمد أحمد شرابة التبعي ولد في بورسعيد في يوم 26 أبريل سنة 1907. كان والده تاجر للجلود، وكان عايزه يعني ان هو يمتهن نفس المهنة، ولكن هو ما كانش يحب يعني المهنة دي واتجه لمجال الفن. وبالفعل أصبح محمد التبعي مونولوجيست في فرقة فوزي منيب. ووالده طبعا لما سمع كده رفض وعاقبه بدش بارد في الشتاء، ولكن لم يتوقف عن حبه للفن وعمل بفرقة بيبا عز الدين، وبعد كده بفرقة بديع مصابني. واتجه إلى عالم السينما من خلال المجاميع، إلى أن جات له الفرصة من خلال مشاهدة المخرج عباس كامل له في سكتش الباشا تمرجي في فرقة شكوكو، فأعجب بأدائه الصعيدي. وأسند عباس كامل إليه شخصية ابتكرها على الورق، وهي كبير الرحمية جبلي. وكان عباس كامل بيبحث وقتها يعني عن ممثل خفيف الظل في فيلم لسانك حصانك. أعجب التبعي بالدور وأضاف للسيناريو، واختار ملابس الشخصية واكسسواراتها، وكمان الشنب المميز والجمل الشهيرة اللي كان بيقولها في الفيلم. وقدم الفنان محمد التبعي الشخصية دي في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، وقدم حلقات تلفزيونية حملت اسم مغامرات كبير الرحمية. وعرض عليه سفير أمريكا أن هو يقدم شخصية كبير الرحمية على مسارح أمريكا للجاليات العربية هناك، لكنه رفض لأن مقدم هذا العرض كان يهودي. ومحمد التبعي شارك بالتمثيل مع نجوم كبار أمثال كمال الشناوي، شادية، منير مراد، إسماعيل ياسين، وعمر الجزاوي، وماريو منيب، ومجموعة أخرى من كبار الفنانين. وأسس التبعي في الخمسينيات فرقة مسرحية خاصة به تحمل اسم كبير الرحمية استغلالا لنجاح الشخصية، وطاف بها بلدان كثيرة وحققت نجاح كبير. وكانت بطلتها الفنانة نعيمة الصغير، واللي شاركت في أداء الإسكتشات الغنائية معاه، وكانت تملك صوتا جميلا وتضم فرقته عدد من النجوم بعد نعيمة الصغير شكوكو والكحلاوي وشفيق جلال وأحمد غانم وعمر الجزاوي والسيد بدير. والفنان محمد التبعي كان بيذهب في شهور الصيف لإسكندرية، وبيستأجر أكتر من مسرح عشان يقدم عليه عروضه المسرحية التي توسع برنامجها إلى جانب الإسكتشات التمثيلية والفنية. فقرات أخرى منها الساحر والأكروبات، وكذلك فقرات المونولوج، واللي اكتشف من خلاله أسماء كثيرة زي فتح الجمل وحسن فياض وحسين المليجي. والطريف انه على الرغم من تجسيده شخصية الصعيدي باحترافية، الا انه لم يذهب للصعيد في حياته، ولكن كان له اصدقاء صعايدة واحتك بهم كثير، لذلك اتقن الشخصية واضاف لها خفة الدم، وقدمها في افلام كتير زي لسانك حصانك والمقدر والمكتوب،
خبر أبيض، ابن زوات وغيرهم. ومحمد التبعي كان طيب القلب خفيف الظل حنون لدرجة كبيرة واجتماعيا، وله ميول كروية، فكان زملكاوي متعصب جدا، وعند فوزه يقوم بتوزيع صندوق مياه غازية على الشارع كله في العجوزة. وضعه تشابه اسمه مع محمد التبعي أمير الصحافة المصرية في الكثير من المواقف الطريفة، منها كان يسكن في العجوزة وفي الشارع نفسه يسكن محمد التبعي أمير الصحافة، وهو مكان يجعل البوسطجي دائما ما يأتي بخطاب الصحافي إلى الممثل والعكس. ومحمد التبعي كان صديق للفنانة سوريا حلمي ودائم الزيارات ليها بمنزلها، وهناك شاهد عواطف ابنة عمتها وأعجب بها وطلبها للزواج، ولكن عائلتها رفضت بسبب فارق السن، لأنه كان أكبر منها ب20 سنة، وكمان كان متزوج من امرأة لبنانية لم ينجب منها وتركها لهذا السبب، ولكن ولشدة إعجابه بعواطف تم زواجهم، وكانت عواطف دي سنها 16 عام، وأنجب منها 4 أولاد. وكانت نهاية كبير الرحمية مأساوية بشكل كبير، وكان مرتبط بوالدته جدا، وتوفى بعدها بفترة بسيطة بعد حزنه الشديد عليها في أيامه الأخيرة، مرتبطا بعقد مع الفنانة صفية حلمي التي علمت بأنه بيجهز للسفر مع فايز حلاوة وتحية كاريوكا في رحلة للبلاد العربية، فطلبت منه دفع قيمة الشرط الجزائي، فأصيب بحزن وعاد للوقوف على المسرح، وأصيب وهو واقف بجلطة في المخ. انتقل على أسرها إلى مستشفى القصر العيني، وظل هناك 11 يوم حتى توفي في 11 ديسمبر 1964. وكان آخر أعماله الفنية هو فيلم دكتور بالعافية مع الفنان الراحل كمال الشناوي. ربنا يرحمه ويرحم جميع فنان الزمن الجميل. وأشكركم حبايبي على حسن المتابعة. مع السلامة.